مرحبا صديقي. عام 1994 بأمريكا صار المونديال، وكولومبيا دخلت هذا المونديال وهي فريق مو عادي، لأن كان عندهم واحد من أفضل الأجيال بتاريخهم، وهم فالديراما ورينكون وأسبريا، وبعد وياهم لاعب كلش مهم ويخصنا بهاي الحلقة اسمه أندريس اسكوبار. وقبل لا يبدي المونديال كولومبيا لعبت ويا الأرجنتين وغلبت الأرجنتين 5-0 في داخل الأرجنتين، والمنتخب الكولومبي من آخر 26 مباراة خسر مباراة واحدة فقط، يعني منتخب داخل البطولة بتوقعات عالية جدا، يعني حتى بيليه تصور قال إنه ما راح يروحون بعيدا بالبطولة، بس سوى المباراة لهم كانت الصدمة. كولومبيا خسرت أمام رومانيا 3-1، وهنا الدنيا احترقت وما صار عليهم هذا الضغط العادي مال الجمهور ولا الإعلام ولا النقد الرياضي، لا بالعكس الموضوع صار كلش كبير لدرجة إنه المدربين واللاعبين اجتهم تهديدات بالموت، وهذا الضغط كله وهم أصلا يعني بعد لهم لعبتين احتمال يعدلون الوضعية، بس هي من أول لعبة الناس بدأت تتهدد بيهم. فباللعبة الثانية اللاعبين وياهم اسكوبار اللاعب اللي خصنا دخلوا اللعبة هم أصلا خايفين ومرتبكين ويدرون جمهورهم غاضب، وفوق كل هذا اكو ناس كانوا غاضبين بدولة على صفحة اللي هم المراهنين اللي هم اخطر شيء بهاي القصة. المهم يوم 22 حزيران 1994 تلعب كولومبيا ضد امريكا البلد المستضيف، وبلحظة عادية جدا كرة عرضية من امريكا تدخل منطقة الجزاء، فاسكوبار يحاول يقطع الكرة، رجله تضرب بالطوبة وتدخل جول. امريكا تقدمت بالمباراة وبالنهاية فازت 2-1، واللي صار ويا اسكوبار لحظة عادية جدا وصير برياضة كرة القدم ويسموه هدف عكسي، بس بظروف كولومبيا بذيك الوقت ما كان مجرد هدف عكسي، لان المنتخب كان تحت ضغط بلد كامل، وكرة القدم الكولومبية كانت متداخلة مع عالم المراهنات والعصابات والمخدرات. المهم بعد ما خرجوا كولومبيا من دور المجموعات اسكوبار رفض انه يختبئ ورجع لكولومبيا، وكتب رسالة يحاول يهدئ بها الناس انه الحياة ما توقف هنا والهزيمة تصير بكرة القدم ونحاول نوقف من جديد وننهض. بس بعدها ب 2 تموز بال 1994 يعني تقريبا ورا 10 ايام اندريس اسكوبار انقتل خارج ملهى ليلي، وهذا الشيء صار بعد ما تمت مضايقته بسبب الهدف العكسي. هاي الحكي اسكوبار يعني من صار الهدف العكسي هو ما سوى جريمه، هو لا باع المباراه ولا ضرب للاعب وانطرد متقصد ولا انه هو متقصد يسوي الجول على روحه، هو المسكين بس راد يقطع الطوبه يعني، بس الكره اللي لمست رجله وغيرت اتجاهها انهت حياته. اسكوبار ما مات لان كره القدم خطيره، هو مات لان اكو ناس خطيره دخلت كره القدم. وهنا يبدي السؤال الحقيقي، شلون كاس العالم البطوله اللي تصنع الابطال تتحول الى لعنه لبعض اللاعبين؟ وهاي حقيقة لازم تعرفوها، انه مو اي لاعب يدخل كاس العالم يطلع منها اسطورة. اكو لاعب يطلع ممكن ياخذ الكاس، واكو لاعب يمكن ياخذ اهداف، واكو لاعب ياخذ صور حلوة، بس اكو لاعبين يطلعون من هاي البطولة وياهم مصايب. وحلقتنا اليوم عن هذا الموضوع، وما راح نحكي عن لاعبين فاشلين، بالعكس اغلب اللاعبين اللي راح نذكرهم اليوم بهاي الحلقة هم لاعبين عظماء، بس دول اللاعبين العظماء كاس العالم سوى وياهم سوالف خلته صار لعنة عليهم. انا ليث زايد وهذا برنامج بلاس، وقبل لا يبدي الانترو لا تنسون تشتركون بالقناة. That's not civilization. Civilization is how you contact the other people. You know how to love. You know how to care. This is civilization. منو بيكم يصدق اذا اقول لكم اكو لاعب لعب كاس العالم مرتين ويا بلدين مختلفات وبهاي المرتين وصل للنهائي؟ هذا اللاعب اسمه لويس مونتي، هو اللاعب الوحيد اللي بالعالم تقريبا اللي لعب نهائيا ويا فريقين مختلفين، اول كاس عالم لعبه ويا الارجنتين، ثاني كاس عالم لعبوا ويا الايطاليين، وكل احنا على هيك انجاز المفروض نحسد هذا اللاعب، بس من تسمع قصته ولا واحد بينا يتمنى يصير بمكانه، لان اي لاعب كاس العالم المفروض يقعد يفكر شلون تتحرك بالملعب، شلون تسوي اداء قوي، شلون تحافظ على النفس مالتك، شلون تسوي لحظه ايجابيه للمنتخب مالتك، الا صاحبنا مونتي لان كان قاعد يفكر بمصيبه اكبر من هاي. بكاس العالم 1930 مونتي كان هو نجم الارجنتين الاول، هو لاعب قوي وخشن ومن يدخل على الكره يدخل كانه ما داخل عركه يعني، فاللاعب كلهم يخافون من يمه. بهاي البطوله مونتي وصل الارجنتين للنهائي، بس النهائي ضد الأرجواي داخل الأرجواي، ولويس مونتي قبل لا يدخل اللعبة قالوا له إذا تسجل هدف أو فريقك يقدم أو تفوز الأرجنتين راح نقتل عائلتك، والحمد لله الأرجنتين خسرت النهائي حتى مونتي عائلته تعيش المسكين. بس المشكلة الأكبر جمهور الأرجنتين من سمع بهذا الشيء قالوا له أنت كنت متواطئ وما قدمت أداء وخسرنا بسببك. بس القصة ما خلصت هنا، ورا هاي الخبصة مونتي لم غراضه وراح لإيطاليا، راح يلعب ويا فريق يوفنتوس، بس وراها بسنة 1934 تصير البطولة بإيطاليا تحت حكم موسوليني اللي راح يستخدم البطولة كدعاية سياسية إله، فايش راح يقول؟ جيبوا لنا مونتي خليه يلعب ويانا بحجه انه امه ايطاليه، بس هالمره تحت ضغط سياسي من موسوليني اللي هو مستخدم هاي البطوله كدعايه له. للمره الثانيه مونتي يوصل ويلعب النهائي، بس هالمره ايطاليا هي اللي تفوز وتاخذ كاس العالم. انتم متخيلتوا الضغط اللي عاش بيه؟ يعني اي واحد بينا يتمنى كان يلعب كاس العالم ويصير لاعب ويلعب بالمنتخب، بس يعني انت حديج ضغط مستحيل اريد العب ايش لعبه. بس اللاعب الجاي ما كان خايف على عائلته ولا كان خايف من الضغط السياسي،
كان خايف من هاي الكره اللي طلعت فوق العارضه. وهذا اللاعب كله احنا نعرفه لان اي واحد يضيع الجزاء يقولون مات واقفا مثل روبرتو باجيو. باجيو بال 1994 بكاس العالم كان شايل منتخب ايطاليا على ظهره، كل ما ايطاليا تتورط يطلع باجيو يحل الموضوع، كل ما تنغلق المباراه باجيو يسوي له حركه ويحل المباراه، وكل الناس اللي كانوا شايفين اللعبه يقولون كان رسام مو لاعب. المهم يوصل ويا فريق ايطاليا للنهائي، بس كان ضد البرازيل، والمباراه تروح لركلات الترجيح. باجيو يتقدم، العالم كله ساكت، باجيو يشوت الكره بس الكره تطلع فوق العارضه. لحظه واحده بثانيه واحده ركله واحده غيرت حياه اللاعب، وبدال ما الجماهير تتذكر ايش سوى على طول البطوله، لا راح تتذكر بس هاي الثانيتين ثلاثه ضاعت بها الكره. هنا تقدر تشوف قسوه الجمهور، وهاي طبيعه الانسان، ما يحفظ اليوم كله، يحفظ بس اللحظات اللي بها السقوط. لان هذا اللي صار ويا باجيو، من اهم لاعب بمنتخب ايطاليا بكاس العالم الى اكثر لاعب سيء لان ضيع هاي ركله الجزاء. المهم باجيو شال الليله، بس يوهان كرويف صارت وياه قصه ما حد كان يدري بيها، ولا حد يدري انه هو شال هاي الليله مثل ما راح تصير ويا باجيو، الناس درت بيها بعدين. واللي ما يعرف كرويف هو واحد من اعظم اللاعبين بتاريخ هولندا وبتاريخ برشلونه، كان المفروض يشارك بكاس العالم مع هولندا عام 1978 بس هو ما راح، والناس قاعده تحلل، خاف عنده موقف سياسي، خاف هو معترض على البطوله، خاف هو ما ادري شنو عنده مشاكل. بس الحقيقه طلعت بعد كم سنه لما كرويف طلع وقال انه انا وعائلتي تعرضنا لمحاوله اختطاف في برشلونه، كان هو هذا السبب اللي ما خلانا نروح هذا المونديال. وهنا صار الموضوع انساني بحت، لان لو اي واحد بمكانه اكيد يختار عائلته وما يختار كاس العالم، يعني المفروض اي واحد بمكانه هيك يختار. ومثل هاي القصه اللي انكشفت بعد سنين، القصه الجايه هم انكشفت بعد سنين، بس هالمره ويا اهم لاعب كره قدم بالعالم، مارادونا. كل احنا نحب مارادونا داخل الملعب، وانا احبه خارج الملعب بسبب مواقفه السياسيه وارائه، بس بكاس العالم 1994 صارت بيه دقه ما صايره. خليني اشرح لكم الموضوع. امريكا سوت كاس العالم لاول مره ببلدهم عام 1994، وهاي الفتره الشعب الامريكي كل شيء ما يعرف عن كره القدم، يعرفون كره القدم الامريكيه، يعرفون كره السله، يعرفون البيسبول، والمشكله انه الفيفا محسبه حساب انه هي راح تدخل على اكبر سوق اعلاني بالعالم، بس هذا العالم عباره عن جمهور ما يعرف شنو كره القدم، بس هذول الناس يعرفون مارادونا، لان قبلها بسنوات مارادونا كان مكسر الدنيا، مو لاعب عادي، فماكو واحد بالكره الارضيه ما سامع بيه. بس اكو تفصيله صغيره، مارادونا بعام 1994 كانت عنده مشاكل، وما كان نفس اداءه ومستواه القديم، كان جسمه تعبان بسبب الوزن الزائد وبسبب المخدرات وبسبب المشاكل الهوايه اللي صايره داير مدايره. فامريكا والفيفا اتفقوا ان هم يجيبون مارادونا يلعب كاس العالم هذا، وقالوا المارادونا راح تاخذ منشطات وما حد راح يكشف عليك وما حد راح يكشف هذا الشيء. فمارادونا يعني لاعب قتالي فيحب يرجع ويحب انه يسوي اداء من جديد، فقال تمام، واكيد واذا الفيفا وامريكا متفقين فاكيد ما حد راح يكشفه. ويدخل كاس العالم الارجنتين ضد اليونان، اول مباراه يدخل مارادونا ويسجل هدف ويركض للكاميرا يحتفل بجنون، والناس تبوا عليه عبالهم رئيس عصابه مو لاعب. هذا الجول وهذا الهدف كان بديل عن 100 اعلان المفروض كانت تسوي امريكا، واللي ارادته الفيفا وامريكا صار. كاس العالم صارت عليه الاضواء وبدا يشتهر. يسووا الامريكان قالوا لا خلينا نستفاد بعد اكثر من يمه. تلعب الارجنتين ضد نيجيريا وتفوز الارجنتين، بس من تنتهي اللعبه يجي كادر طبي ياخذ مارادونا ويطلع بيه برا الملعب. هي اللقطه شكلها يعني اوكي تعبر عاديه، بس هي هاي كانت بدايه النهايه لمارادونا، لان بعد ايام يطلع خبر يسوي انفجار بالعالم، مارادونا يفشل في فحص المنشطات والفيفا تبعده من البطوله، ويصير هذا الخبر هو اهم خبر بكاس العالم. فهنا امريكا استفادت منه مرتين، مره من جابته وقدم ونعرف، قالوا خلينا نستفاد منه مره ثانيه. كاس العالم 1974 صارت لقطة كل الناس ضحكت عليها، منتخب البرازيل يلعب ضد منتخب اسمه زائر، ضربة حرة للبرازيل، اللاعبين واقفين جدار، وفجأة لاعب من زائر يركض ويشوط الطوبة قبل لا يلعبها اللاعب البرازيلي، والناس ماتت من الضحك، قال شنو هذا الفريق الجايبين اللي ما يعرف قانون كرة القدم. بس المشكلة ما حد كان يعرف هو ليش يسوى، بس القصة طلعت بعدين، واللاعب طلع مو ما يعرف القانون، كل ما بالامر انه اللاعب كان تحت ضغط كلش كبير، هو والمنتخب مالته، ضغط من الجماهير وضغط من الدوله اللي هو موجود بيها، وكانوا كلش خايفين يرجعون بنتائج سيئه اللي راح يتعاقبون. فبعد سنين طلع اللاعب وقال انه انا سويت هاي الحركه حتى من نرجع ويا المنتخب اقول لهم انا كنت مطرود وما حد يحاسبني وما حد يعاقبني. طبعا هو خطا واحد يعاقب اللاعبين، بس هذا اللاعب سوى شيء خلى المنتخب مالته صار مضحك للعالم. وهنا نرجع كم سنه، كاس العالم بالبرازيل عام 1950، البرازيل تلعب اخر لعبه اذا فازت بها تاخذ كاس العالم، واللعبه كانت ضد الاورجواي، بس وين؟ بملعب الماراكانا، وتخيل هذا الملعب شايل اكثر من 170 الف متفرج، يقولون هيك يعني، وهذا الجمهور كله برازيليين اللي هو اكثر جمهور بالعالم متعلق بكره القدم، بس هذول الجمهور كانوا محسبين حساب ان هم راح يفوزون 100%، وهو هذا اللي صار. البرازيل قولت اول هدف، بس بعدين الاورجواي رجعت قولت جولين، وانتهت المباراه بخساره البرازيل اللقب، والجماهير البرازيليه تدخل بصدمه، كلهم يفكرون منو لازم يشيل الليله، منو يتحمل هاي النتيجه. هالمره الدعوه شالها الحارس مال البرازيل، والناس وجهت اصابعها على باربوس الحارس وقال هو هذا رمز الفشل، ونسوا انه اكو بعد 10 لاعبين والفريق كله خسر سوا، مو بس هذا اللاعب اللي خسر، بس هم لا، من صارت الهجمه وصار على
علينا جول، منو اخر واحد شفناه يم الجول؟ الجول اذا هو الجول المشكله. وتخيل تعيش حياتك كلها وانت ما معروف اسمك، معروف بهدف دخل عليه، وبهاي اللحظه باربوسا تحول الى منبوذ وعاش سنوات تحت ضغط نفسي واجتماعي بسبب هاي اللعبه. الحد قبل ما يموت قال شيء مهم جدا، قال انه اقصى عقوبه سجن بالبرازيل هي 30 عام، وانا تعاقبت ب50 عام. هاي الجمله تبين انه هذا اللاعب ايش قد عاش ضغوط داخل بلده، لدرجه انه كان يشوف البرازيل كلها عباره عن سجن بالنسبه له. وننتقل للاعب اكثريتنا حبينا كرة القدم بسببه، زيدان بنهائي كاس العالم 2006 فرنسا ضد ايطاليا. كل المشجعين والناس كانت مرشحه فرنسا هي تاخذ الكاس، لان فرنسا كان اداها تصاعدي وقدمت بطوله كلش زينه، وزيدان كان شايل الفريق شيل، ما كانت ينقصهم بس النهائي حتى يتوجون هاي المسيره. بس كرة القدم مو دائما تحب النهايات السعيده، بالنهائي وباخر اللحظات يصير كلام بينه وبين لاعب ايطاليا ماترازي قال شيء زيدان، خلى زيدان يمشي وبعدين يرجع عليه ويضربه براسه، وهاي الضربه المشهوره. وهنا الحكم يجي يركض ويطرد زيدان، واخر لقطه المسيره زيدان انه هو يمشي بالممر طالع وكاس العالم بظهره. الناس انصدمت، لان اكثر لاعب هادي واكثر لاعب انيق، اللاعب اللي دائما تلقاه مسيطر على نفسه وعلى الكره وعلى اعصابه، انهار كل شيء بساعه من يمه. زيدان لاعب من اصول جزائريه، عاش فتره كلش طويله في فرنسا تحت ضغط الهويه، بس كان دائما يرد بالملعب وبادائه، بس باكثر لحظه كان هو يتمالك اعصابه ويهدأ انفجر. وبعد هذا الطرد ظل سنين طويله الاعلام يقول واللاعبين يقولون لو باقي زيدان كان اخذنا البطوله. زين انتم شو تقولون، لو باقي زيدان كان اخذت فرنسا البطوله؟ كل اللاعبين اللي ذكرناهم، اذا كان مونتي ولا مارادونا ولا كرويف ولا زيدان، كلهم نهايتهم كانت حزينه، وكانت عليهم هجمات بالملعب وبالحياة وبالإعلام ومن الجماهير. بس تبقى قصة أندريس اسكوبار كلش مختلف، لأن قصته ما انتهت بلقطة، قصته انتهت بانتهاء حياته، لأن بدل ما تكون هزيمة رياضية عادية تحولت إلى جريمة. بس لازم نكون واضحين، اسكوبار ما مات لأن صار هدف عكسي بسببه. أندريس بعد المباراة حاول يهدئ الناس وحاول يفتح صفحة جديدة وياهم، بس المشكلة مو كل الناس يشوفون هاي اللعبة لعبة، وبهيج عالم مريض ممكن هدف عكسي أو خطأ من لاعب يصير سبب كراهية، وبمجتمع مليان عنف ممكن خسارة مباريات تتحول إلى حرب. فللأسف الكراهية موجودة، بس أكو ناس يستغلون لحظات كرة القدم لإظهار هاي الكراهية. وبهاي الحلقة كلها نسأل سؤال، هو كاس العالم يصنع أبطال؟ الجواب إيه، يصنع أبطال، بس مرات يصنع ضحايا، مو لأن البطولة شريرة ولا كرة القدم بها خطر، بس احنا كجماهير نحمل اللاعب أكثر مما يتحمل الإنسان. نريد يحقق أحلامنا ويمثل البلد والجمهور والتاريخ ويعوضنا عن الفقر وانكسارات السنين، وبعدين من يغلط لازم نحاسبه كأنما هو خان كل هذا اللي كنا نحكي بيه. بس ولا واحد بيكم فكر إنه كاس العالم هو امتحان كلش قاسي للاعب، ومثل ما قلنا اكو لاعب يطلع منه بكاس، وكل لاعب يطلع منه بصورة، وكل لاعب يطلع منه بأهداف، واحد يطلع منه بلعنه. لهذا السؤال مو من اكثر لاعب تسبب بضياع كاس العالم، لا، السؤال الحقيقي كم لاعب ضيع كاس العالم. واغلب هذا الشيء صار لان احنا كجمهور حولنا هاي اللعبه الجميله الى محكمه ظالمه وما ترحم. وبس، اذا وصلت لي جاي لا تنسى تشترك بالقناه وتفعل زر الجرس وتضغط اعجاب وشارك الحلقه ويا اصدقائكم، وكتبوا لي بالتعليقات شنو اكثر قصه موجعه بيهن، وهل من حق الجمهور ان يحاسب اللاعب على مود لقطه واحده لو احنا كجماهير نحملهم فوق طاقتهم. انا ليث زايد وهذا برنامج بلاس، في امان الله.